واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضيه جديده. فما نطولش عليكم اكثر في المقدمه، الا كنتوا واجدين يلا نبداو قضيه اليوم. القضيه ديالنا اليوم غتاخذنا لنواحي مدينه الرباط سنه 2003. واحد السيدة فايتة السبعينات كانت مزوجة، توفى ليها راجلها من بعد ما شد التقاعد ب3 سنين هكاك صافي مات. بقات عايشة هي بوحديتها في هذيك الدار، واللي كانت كتكون من 3 ديال لي زيطاج والسفلية. ما كان عندها حتى شي واحد وما ساكن معها حتى شي واحد. من بعد ما مات راجلها بقات هي كتستافد من التقاعد ديالو، هادشي باش كانت عايشة مي فاطمة. وصلت واحد الوقيته كان عندها واحد الكراج لتحت وهي تكريه لواحد الميكانيك وكتعاون به راسها. مي فاطمه كانوا عندها جوج ديال الوليدات، بنت وولد. الولد كان مات ليها فاش كان عاد صغير، وبقات عندها بنت اللي كانت تقريبا في العمر ديالها ديك 50 عام. الوقيته اللي مات راجل مي فاطمه حسات براسها وحدانيه، كتشوف بانه الدار كبيره وهي عايشه غير بوحديتها، وواحد من ولاد بناتها كان عاد تزوج وخدام على قد الحال، كاري واحد الدويره غير صغيره. هي بغات تضرب عصفورين بحجر واحد، قالت ليه جيب رحيلك ومرتك واجي تسكن معايا، منها تونسني ومنها حتى انت ما تبقاش تخلص الضو والماء والكرا. انا مكلفه بكل شيء، اللهم فيك انت بعدا. هاد ولد بنتها تقريبا في عمرو ديك 26 27 عام، لقاها مجنتي والناس، جاب مراته ورحيلو وسكنوا معاها. مي فاطمه جداتو بقات ساكنه في البروميير ايطاج وهو ساكن في الدوزيام. وهداك السفلي مره فين كيكري عندها شي واحد ديك 3 شهور 4 شهور وكيخرجوا في حالاتهم. هذيك السفليه كانت عندها باب ديالها بوحديتها، وهذوك الشقق بثلاثه بهم عندهم باب ديالهم بوحديتهم. المهم هذاك ولد بنتها الوقيته اللي سكن معاها كانت الامور على احسن ما يرام، كان متفاهم هو ومراته متفاهمه هي وجداته، وغادي يبقى الحال على ما هو عليه حتى غادي تفوت ديك المده ديال 6 شهور على زواجهم. مرت هاد الولد هذا حملات، بداو كيوقعوا المشاكل بيناتهم، ولات ديما جابده معاه الصداع، واش على قبل اللحام ولا ما نعرف. وزيد هو فيه واحد البليه مره كان كيجي سكران. حتى لواحد النهار السيده هزات حوايجها ومشات لدارهم غضبانه، كان كيمشي ليها مره كيبغي يردها، ووالديها كيقولوا ليه صافي غير خليها حتى تولد. اليوم غدا حتى لواحد الليله مي فاطمه كان عندها واحد العرس في العائله ديالها، مشات هي وبنتها وبقى الولد بوحديته في الدار. هو كانت عنده واحد الطوموبيل كان كيتلاقى فيها مع صحابه وكيشرب فيها عادي. هذيك الليله مشاو العائله ديالو لهداك العرس، والغد ليه في الصباح جات جداتو امي فاطمه كيف العاده عندها الساروت باش تحل الدار، كتبان ليها الطوموبيل ديال ولد بنتها كاينه تما محطوطه. حلات عادي، طلعت في الطبقه الاولى حتى غادي تلقى ولد بنتها طايح عند الباب ديال الشقه ديالها، يعني في البريمير، وغارق في دماياتو. السيده ما لقات ما تنوض، كتعيط ليه والو، هبطات لتحت كتغوت. طلعوا شي جيران حداها، شنو كاين ما كاين امي فلانه؟ قالت لهم اودي راه ولد بنتي لقيتو مقتول. وعلى حسب التصريحات ديالها كتقول الوقت اللي مشات مرت ولد بنتي قلت ليه في بلاصه ما تبقى جالس بوحديتك تما في الدوزيام، اجي جلس معايا في الدار على ما ترجع مرتك، وهذاك الشيء اللي دار هو. صوناو البوليس، جاو العين المكان، وعلى حسب محضر المعاينه الجثه كترجع للشاب باقي في العشرينات ديالو. فرقه التشخيص القضائي كيقولوا باللي عنده تقريبا شي 3 ديال الضربات في الظهر ديالو، والثالثه كانت لتحت جهه الكلوه. ولكن السيد ما كانش مضروب غير بموس، كان مضروب حتى في جبهته شي ضربه اللي خايبه بزاف. يعني هذا ولا هادو اللي صفاوها ليه كانوا كيستعملوا جوج ديال الادوات. ما يمكنش شخص واحد يجبد موس ويضربك للظهر ديالك وتطيح للارض، ويجبد تاني شي اداه راده ويضربك بها لجبهتك، ما يمكنش. ولكن واحد القضيه اللي كانت تارت الانتباه ديال البوليس في الاقوى اللي كانت صرحت بهم امي فاطمه، قالت ودي ولد بنتي راه الاصل ديالو كان ساكن هو ومراته الفوق، يعني فوق منها، وهذا الدار اللي تلقى حداها راه ساكنه فيها انا. واش انت عاطيه السوارت؟ اي يا سيدي عنده السوارت ديال الدار ديالي. واش تسرقات لك شي حاجه؟ او دي ما عرفتش. دخلات بقات كتشوف هنا وهنا، لقات واحد الماريو كان عندها تما، بحال الا شي واحد كان كيحاول يهرس السقطه ديالو، الا انها ما بغاتش تهرس ليهم. قالت لهم مي فاطمه راه واخا حتى كون حلوا الماريو ما عندهم ما يسرقوا، ما راني حاطه والو هنا.
الذهب والفلوس ديالي انا مخليهم عند ولد بنتي. فين؟ في الدار الفوق اللي عاطياه. طلعوا البوليس الفوق، بقاو كيعاينوا، وغادي يلقاو تما واحد الطبله فيها شي قراعيد البيرات، يعني السيد كان مع شي واحد، مع العلم انه الضحيه الله يرحمه كان جايب بزاف ديال القراعي، وتقريبا تشربوا منهم شي 12 حتى ل 14 البيره، والاخرين بقاو تما عادي. سولوا امي فاطمه واش هاد الولد كيجي مع شي واحد، قالت لهم لا سيدي، ولد بنتي مزوج وغير وقع عليه شي مشكل مع مراتو، وهذه تقريبا شي 2 السيمانات وهي عند والديها. فين كتسكن هاد السيده؟ حتى هي غير من هنا سيدي، غير قريبه لينا. حاجه اخرى كانوا لاحظوها البوليس عاود، الولد فاش لقاوه تما مرمي، لقاو حداه واحد الميكا فيها شي ساندويتشات وشي كانيطات د المناضه، ولقاوه جايب شي باكيه د الكارو كلينكس. بقاو كيقلبوا ياك ما يلقاو الاداه ديال القتل، وللاسف ما لقاو حتى شي حاجه. كيف قلنا امي فاطمه قالت لهم رزقي كامل راه عند ولد بنتي، والبوليس فاش دخلوا عنده الدوزيام ايطاج لقاو ديك الطبلات الشراب، ولكن فاش دخلوا البيت النعاس لقاو الماريو اللي تما محلول، وتهزوا منه الفلوس وداك الذهب. امي فاطمه كتقول انا حاطه عنده تقريبا شي 8 ديال المليون وشي حاجه ديال الذهب، وهو عنده شي 2 المليون ونص، وحتى شي حاجه ما تلقات تما. واش موالف كيجي مع شي حد؟ لا سيدي، كيف قلت لكم عمر ولا دخل الدار معاه البراني ولا حتى صحابو، وماشي من عادته كيشرب هنا في الدار. انا وبنتي البارح كنا في واحد العرس، وجينا تقريبا لهنا حتى ديك 6 الصباح، حتى كنكتشف ولد بنتي مرمي هنا. مرتو قلتي غضبانه، سيدي دابا كيف قلت لكم تقريبا شي 2 السيمانات. جات ماين الضحيه وقالت لهم ولدي ما كانش معانا البارح في العرس، ومرتو راه مخاصم معاها. مشاو جابوا مرتو، جاو معاها والديها، واش هاد السيد راجلك؟ سيدي راجلي، ولكن دابا راه حنا مفارقين تقريبا شي 2 السيمانات، وقعوا بيناتنا شي مشاكل، وانا جالسه دابا عند والديا. واش ما جيتيش عنده البارح؟ لا سيدي. حتو مع والديها قالوا ليهم لا، بنتنا كانت في الدار وغضبانه عندنا، وكان كل مره كيجي كيبغي يرضى، وقلنا ليه صافي سير حتى تولد، انت كتجي سكران كتنوض الصداعات، من الاحسن خليها حتى تولد بعدا. بحثوا مع شي ناس تما حتى هما فرقة التشخيص القضائي، كملوا خدمتهم، خداو دوك القراعي ديال الشراب، رفعوا البصمات من الدار، ولكن واش غادي يلقاو شي بصمه ولا هاد الناس هادو داروا الخدمه ديال الحريفيه وما خلاو من موراهم والو؟ الله اعلم. الوالدين ديال الضحيه باهم وجداتو كيقولوا راه ماشي من عادته يشرب في الدار تقريبا اول مره، وحتى جداتو كتاكد هاد الشيء. منين بقاو كيبحثوا البوليس غادي يتوصلوا لواحد المعلومه قالها لهم واحد السيد، واللي هي تقريبا مع ديك العشرة او العشرة ونص ديال الليل، قال لهم راه جا لعندي فلان للحانوت، وها شنو خدا من عندي وها شنو خدا من عندي، وخلصني وقال لي خليهم عندك غادي نمشي نجيب شي حاجه ونجي. مشى ورجع تاني هز معاه ميكا فيها شي سندويتشات ومشى في حالته. المهم من هذا الشيء هذا كامل تبين البوليس بلي الضحيه على حساب دوك الكانيطات اللي كان جايبو دوك السندويتشات راه كان معاه شي واحد. جابوا البوليس صحابو اللي كيشربوا معاه، حققوا معاهم، قالوا لهم احنا بالفعل كنشربوا مع صاحبنا. فين كتشربوا؟ غالبا كنشربوا غير في الطوموبيل ديالو. واش ما جيتوش لعندو البارح للدار؟ لا سيدي ابدا. وحتى الجيران اللي كاينين تما كيقولوا الوقيته اللي كان جا فيها الضحيه بطوموبيلته في المره الاولى مع ديك التسعود كان غير بوحديته، ما كان معاه حتى شي واحد. واش ما عاودش خرج؟ لا سيدي، ما لاحظناش واش رجع خرج ولا جا لعندو شي واحد ولا لا، ما نقدروش نصرحوا بشي حاجه اللي ما شفناهاش. صحابو كيأكدوا بلي ما مشاوش معاه، وكيضيفوا في الاقوال ديالهم بانهم ما كانوش سكرانين، وتأكد هذا الشيء من خلال العائلات ديالهم اللي قالوا بلي ولادهم ما كانوش سكرانين البارح. وبحثوا معاهم واحد البحث اللي كان معمق وبزاف بثلاثه بهم وما كاين والو. كيأكدوا البوليس بلي ما عمرهم ولا شربوا معاه في الدار ديالهم، ولا هو شرب مع شي واحد فيهم في الدار ديالو. الا شربوا كيشربوا في الطوموبيل، وقبل ما تكون عنده الطوموبيل كيف كيقولوا هما كل مره فين كنا كنمشيو هالخلاوات باش ما يشوفنا حتى شي واحد. واخا وشحال موالف كيشرب هاد السيد؟ كيقولوا الا شرب يشرب كيشرب ديك 8 هكا 6 اولا 8 ديال البيرات، ولكن كيف قلنا في الدار لقاو شي 12 اولا 13 القرعه اللي تشربات ديال البيره، وبقاو تما يلاه شي 8 مازال ما تشربوش. واحد النقطه غادي نذكروها عاود، صحاب الضحيه كيف قلنا كيقولوا الا شرب فلان راه كيشرب 8 ديال البيرات الا كثر. وفاش سولوهم البوليس واش كيشرب حتى ما كيبقاش عاقل على راسو كيقولوا لا، كينشط بهم وصافي.
الا انه مول الحانوت داك النهار اللي كان جا لعندو كيقول بلي الضحيه كان شارب مزيان لدرجه الهضره ما كانش كيقدر يخرجها على فمو، وكيبقى غير كيشير ليه على الحاجه اللي باغيها وكيجيبها ليه. يعني فهاديك الليله كان شارب كميه اللي كبيره. واش شربهم كاملين بوحديتو؟ ما نعرف. وفاش تقدمت الجثة للطبيب الشرعي قال بأنه الضحية كان في حالة سكر مفرطة، وقال لهم بلي ديك 13 أو 14 البيرة راه ما غاديش توصلوا كاع لهاد الحالة ديال السكر اللي كان فيها، راه كان شارب كتار من داك الشيء. يقدر يكون كان شارب في بلاصة أخرى وجاب لتما الكمالة للدار. وهنا غادي يتبين ليهم ماشي مؤكد، غير قالوا احتمال انه ديك 14 البيرة يكون شربها غير هو بوحديته. الطبيب الشرعي كان زاد ليهم اضافات على انه الضحيه دوك الضربين اللي كانوا عنده في ظهره كانوا قاتلين، وهذيك الضربه اللي كانت في جبهته راه ماشي بالضروره يكون تضرب بشي اداه راده، راه فاش تطعن في ظهره طاح على وجهه وتضربات ليه جبهته مع الارض. وللاسف البوليس ما خلاهم معاه من بحثو، مع والدين الضحيه، مع جداتو مي فاطمه اللي زعما تسرقوا ليها حتى هي فلوسها مسكينه، حققوا مع الجيران ما قدروا يقدموا لهم حتى شي معلومه. مول الحانوت كيقول جا لعندي بوحديتو، الجيران شافوه داخل الدار بوحديتو، صحابو كيقولوا باللي ما موالفينش كنشربوا معاه في دارهم. وتأكد في البحث بأنه فهاديك الليلة راه ما شربوش هما كاع نهائيا. فالحل الوحيد اللي كان بقى للبوليس هنا هو يتسناو البصمات، والبصمات كيتعاطلوا بزاف، خاصهم يبقاو مستمرين في الأبحاث ديالهم حتى يبان ليهم شي خيط. دابا غادي نخليو كلشي هنا، نحبسوه هنا وغنمشيو لقضية أخرى. واحد السيدة معلمة عايشة هي وراجلها، راجلها حتى هو موظف في واحد الإدارة، وعندهم جوج ديال البنات، وحدة في عمرها تقريبا ديك 6 سنين والكبيرة تقريبا ديك 13 أو 14 عام. هذيك البنت الكبيرة كتقرا في الإعدادي والصغيرة عندها أول عام في الابتدائي. هاد الكوبل بجوج بيهم كيكونوا غايبين على الدار النهار كامل، فاضطرت المعلمة تجيب واحد البنت واللي كانت بنت اختها، جابتها من العروبية، كانت تقريبا في عمرها ديك 16 أو 17 عام، منها تعيش معاهم تما، منها تقابل ليها بنتها الصغيرة فاش هي تكون خدامة. يعني هاد السيدة قالت بعدا بنت اختي وغير جالسة ما كتقراش، اللهم نجيبها هنا تعيش معايا. وبالفعل طولات معاهم حتى ولات في عمرها تقريبا ديك 22 عام. هادوك العوامات اللي جلساتهم معاهم فاتوا مزيانين وكلشي كان هو هذاك. ولكن فاش وصلت واحد الوقيته، هاد المعلمه اي الخاله ديال البنت ولات كتلاحظ في بنت اختها شي تصرفات ما هماش وماشي هما هادوك. هما كانوا كيسكنوا في واحد الموبل، وهذاك الموبل كانوا فيه تما بنات الجيران، ومنهم وحده كانت في عمرها تقريبا شي 19 عام. كتقول هاد المعلمه انا وراجلي كنغيبوا على الدار النهار كامل، حنا عارفين بلي ما حاطين لا فلوس لا والو في الدار، كلشي عندنا في البنكه. فكنقول عادي الا هاد بنت الجيران دخلت عند بنت اختي، راهم كبارات وبعقلهم يجلسوا مع بعضياتهم. الا انه ولات كتلاحظ شي حوايج اللي في شي شكل، ما عرفتش كيفاش غادي نقولها لكم، ولكن لاحظت بانه بنت اختها عندها شي علاقه مع هذيك البنت، علاقه اللي ماشي طبيعيه. كتقول انا هضرت مع البنت حيت بديت كنشوف شي تصرفات ما هماش، قلت لها هاد الشيء راه ما خدامش وجمعي راسك وشنو هاد الشيء اللي كديري فيه. الا انه البنت كتنفي هاد الشيء وكتقول لها لا خالتي راه هاد الشيء ما كاينش وما منه والو. ولكن المعلمه كانت كتهضر بواحد الثقه في النفس وكتقول لهم انا راني شفت بعض الاشارات اللي يخليوني نتاكد باللي شي حاجه تما ماشي تالهيه. فبديت كنهدد البنت وكنقول ليها هذه اللي كتدخل عندك ما بغيتش نهضر مع والديها، ولكن الا بقيت كنشوف هذا الشيء هذا راه غنصيفطك انت عند والديك. البنت باش غتكونفيرمي لخالتها داكشي اللي شافته باللي راه صحيح، فاش ردداتها وقالت لها الا تعاود غنصيفطك لداركم، طلبات منها السماحه وقالت لها خالتي هادشي ما غاديش يتعاود. هذيك البنت اللي في عمرها 19 عام كانت كتقرا في الثانويه، كانت كتمشي لعندها. منين جابوا هذا الشيء هذا الله اعلم، كيفاش طاحت عليهم هذه الفكره ما نعرف. المعلمه غادي تهضر مع راجلها في هذا الموضوع، غير سمع بهذا الشيء قال لها هاد البنت هذه ما خاصهاش تبقى عندنا بناتنا وكنخليوهم معاها يبقاو يمشيو ياخذوا منها هاد الطبايع هادو. مشات المعلمه هضرات مع بنت اختها وقالت لها شوفي هاد الشيء هذا اللي وقع غادي يبقى بيننا وبينك، انا ما غنقولها لا لوالديك لا لخوتك ولا لعائلتك، وهاد الشيء غادي يبقى هنا عندنا. وهذيك بنت الجيران ما غنهضر لا مع والديها ولا معاها، غادي تهزي حوايجك وغنوصلك لداركم. قالت لها صافي خالتي اللي بغيتي.
وحيت كان هاد الكوبل بجوج بهم خدامين تفاهموا باللي نهار السبت في الصباح غادي يهزوا الطوموبيل ويمشيو يوصلوها. كتقول هاد المعلمة هاد الحوار اللي دار بيناتهم كان بنهار الخميس. دازت هذيك الليلة والغد ليه في الصباح مشاو هما للخدمة ديالهم. فاش رجعوا للدار غادي يلقاو واحد الجارة شادة البنيته الصغيرة اللي في العمر ديالها تقريبا ديك 10 سنين أو 11 عام، وقالت لهم اودي راه بنتك جات وبقات كطق في الدار وما جاوبها حد، وتا انا مشيت بقيت كنصوني وما كاين اللي يحل لينا، يمكن بنت اختك ما كايناش. قالت ليها ما يمكنش. حلات المعلمة الباب دخلات وغادي تلقى بأنه الحوايج والصاك ديال بنت اختها ما كاينينش تما، وعرفات بلي البنت صافي هزات حوايجها ومشات. واللي زاد الطين بلة أنه المعلمة فاش دخلت لبيتها غادي تلقاه مقلوب سفاه على علاه، وعرفات بلي بنت اختها هزات واحد المبلغ ديال 11 ألف درهم، وهادوك الفلوس اللي كانوا ديال راجلها كان كيتسالها لشي واحد وعاد عطاها ليه، حطها غير تما في الدار على ما يمشي يديها للبنكة. وفاش جات البنت الكبيرة ديال المعلمة اللي كانت في عمرها ديك الوقيته شي 20 عام هكاك، قالت ليها راه خرجت مع الربعة جيت للدار باش ناكل شي حاجة ونمشي نرجع نخرج ندير السوايع، بقيت كندق على فلانة ما حلاتش ليا الباب، فاضطريت انني ناخد فلوس من عند جارتنا باش نشري شي حاجة ناكلها ومشيت. هاد السيدة هادي مشات لعند البوليس هي وراجلها وقالت لهم هاد الهضرة كاملة اللي ذكرنا دابا. قالوا ليها واش عندك شي حاجة اللي كتحدد الهوية ديالها؟ قالت لهم لا سيدي ما عنديش، ولكن هاد البنت هادي راه كتسكن في النواحي ديال المدينة الفلانية، يعني الا بغات ترجع لدارهم ضروري ما خصها تشد الكار. البوليس قالوا ليها معاياش تقريبا وقع هاد الشيء؟ قالت لهم ما عرفناش بالضبط، ولكن فاش جينا حنا مع ديك الخمسة ونص د العشية لقينا الجارة كتقول لنا تقريبا دابا شي ساعة ما بقات بانت. خرجوا البوليس مشاو للمحطة الطرقية وغادي يلقاو البنت فعلا باقا تما، تم الاعتقال ديالها حيت الكار كان مازال ما خرج. جابوها لعندهم بها بسكانها وما حاولت لا تنكر لا والو. قالت لهم انا راني هزيت لهم الفلوس. علاش هزيتيهم؟ اسيدي شحال من عام وانا معاهم كيعطيو ليا 150 درهم في السيمانه، وإلا كان شي عيد اللي كيعطيو ليا ديك 250 اولا 300 درهم، وانا مقابله ليهم الدار كنطيب لبناتهم وكلشي على ظهري. في الاخر بغاو يجريو عليا وما يعطيو ليا حتى ريال. داكشي باش بقيت كنقلب ليهم في الدار وداكشي اللي لقيتو هزيتو وجيت في حالاتي. وقالت للبوليس انا غنرد ليهم فلوسهم ونطلب منهم السماحه. هذيك المعلمه هي وراجلها كيقولوا ودي احنا هذيك البنت راه ما بغينا منها والو، ما نتابعوها ما حتى شي حاجه، غير تعطي لينا فلوسنا ونوصلوها حتى لدارهم. البنت كتقول لهم انا غنجبد الفلوس من الصاك ونعطي ليهم فلوسهم، الا انه البوليس شدوا الصاك ديالها بقاو كيقلبوا فيه. وهنا فين غادي يتصدموا واحد الصدمه اللي كانت قويه وبزاف. هذاك الصاك كانوا فيه شي ميكات، ووحده فهادوك الميكات ما فيهاش غير 11 ألف درهم، فيها فلوس اللي كانت كثيره، ولقاو حتى شي حاجه ديال الذهب تما. قالوا ليها هادشي منين جاك لاله؟ قالت لهم اودي ديالي. هذيك السيده المعلمه وراجلها كيقولوا لا، حنا ما مشى لينا لا ذهب لا والو، الفلوس اللي مشاو لينا راه حنا قلنا لكم عليهم. على حسب ما حسبوا البوليس تما لقاو بهذيك 11 ألف درهم اللي تسرقات كثر من 11 مليون وزيد عليها هذاك الذهب. قالوا ليها منين جاك هاد الشيء هذا؟ قالت لهم راني سرقتها. لما سرقتيها لخالتي. خالتها كتقول لا سيدي انا راه قلت لكم ما عنديش هاد الفلوس وما عنديش هاد الذهب هذا نهائيا. يعني البنت تكون سرقها لشي واحد من الجيران تما، ولكن كون كانت السرقه من عند الجيران كانت غادي تعرفها هاد المعلمه. فهنا هاد الشيء بدا كيدخل ليهم الشك، بداو كيزيروا معاها وكيطرحوا عليها نفس السؤال، هاد الشيء هذا منين جاك؟ هي لاله 11 ألف درهم غنحيدوها، وحتى خالتك وراجلها ما باغينش يتابعوك وتقدري تمشي في حالاتك من دابا، ولكن هاد الفلوس اللي باقي وهاد الذهب هذا منين جاوك؟ البنت فاش زيروها مزيان اضطرات تعترف بحوايج ما كانوش متوقعينهم نهائيا، وداكشي اللي غتعترف به كان صادم بمعنى الكلمه. كيف كنت قلت لكم في القضيه الاولى، هذاك الولد اللي لقاوه مقتول في الدار ديال جداتو كانت في نفس المدينه وتقريبا في نفس الحومه، ووقعوا في نفس المده. اي الولد تلقى مقتول مثلا نهار 5 في الشهر، نهار 11 في الشهر وقع هذا الشيء. فكتقول هاد البنت هادي فلان انا اللي سرقت ليه هاد الفلوس وانا اللي سرقت ليه حتى الذهب. شكون فلان؟ فلان اللي لقيتوه مقتول. واش كتعرفيه؟ انا كنعرفو عندي معاه علاقه، وانا اللي قتلته. كيفاش قتلتيه؟ كتقول كنا انا وياه كنتلاقاو مرة في الطوموبيل، وهذيك الليله مشيت معاه للدار وهو كان سكران وكيقول لي راه جداتي عندها الفلوس وراه كتخليهم عندي وزيد وزيد. انا في واحد اللحظه قلت ليه فلان جيب لي شي حاجه ناكلها.
هو هبط خلى السوارت تما. انا الوقيته اللي خرجوا طليت عليه من السرجم بان ليا غادي وكيتمايل في الزنقه، خديت هذوك السوارت بقيت كنقلب، هزيت داكشي اللي بغيت، هبطت تاني كنقلب في الدار اللي لتحت وما بغاش يتح ليا هذاك الماريو، حتى كنتفاجئ في واحد اللحظه باللي جاي طالع. انا مشيت كنجري للكوزينه، هزيت موس. هو فاش كان طالع هي ردات الباب ديال الدار ديال جداتو حيت كانت هبطات لتحت، خلاتو حتى جا داير باش يطلع للدروج اللي كيطلعوه للدار اللي كاينه في الدوزيام، وهي طعنو بالموس 3 ديال الطعنات في الظهر. الولد طاح على طولتو، هي هزات داكشي اللي هزات وخرجت في حالتها. ولكن خالتها المعلمه كتقول للبوليس راه هاد البنت هادي ما يمكنش تخرج بالليل، الا انه البنت كتقول بلي ماشي المره الاولى اولا الثانيه اللي كانت كتلاقى معاه في هذيك الوقت، حتى كتنعس خالتي وراجلها عاد كانت تسلت. المعلمه كتقول فعلا كنعسو بكري مع ديك العشره، وحنا مخليين لهاد الدوبل ديال السوارت، فموالفه كتخليهم حتى كينعسو كتمشي لعند الضحيه. واش موالفه كتمشي معاه للدار؟ لا سيدي، ما موالفاش كنمشي معاه للدار، كنخرجوا غير بالطوموبيل، كندوزو ساعه ولا ساعه ونص وكنرجع في حالتي. شحال من شهر وانتم بجوج؟ تقريبا شي 8 شهور سيدي وحنا مع بعضياتنا. واش عارفاه مزوج؟ عارفاه مزوج وهو اللي قالها ليا. انا غرني بداك الشيء اللي كان كيقولوا ليا بلي جداتو عندها الذهب والفلوس، ودرت داك الشيء اللي خاصو يتدار. المهم تمت إعادة تمثيل الجريمة، جابوا أمي فاطمة قالت لهم هادو فلوسي وهذا الذهب ديالي، تقدمت البنت للمحكمة وغادي تحكم بالمؤبد. كيف العادة نخليكم نتوما تقولوا لي الرأي ديالكم في القضية، وإلا وصلتوا حتى لهنا وكنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وكتشجيع ودعم منكم ما تنساوش ليا زر الإعجاب. نتلاقاو في فيديو جديد مع قضية جديدة إن شاء الله، بصحة فطوركم. السلام عليكم.